البيتكوين ما عنده شي يذكر اليوم غير انه وصلت لمية 18 والعالم على السوشيال ميديا البيتكوين ضرب 118. أنا فهمت شو يعني. مشكلة مش انه تضرب 118، مشكلة انه هي تعمل ريتست عليها ريباوند ضلها فوقها بعدين ساعتها بنقول ضرب 118. على كل الأحوال خلينا نشوفها للبيتكوين شو عملت شارت اليوم. مثل ما شايفين حركة البيتكوين بعدها من وقت ما هي كسرت ترند نزول، هذا بطل له عازة. هاي حمحي أول خطوة بحركته. هي هلأ بالوقت الحالي طالعة بطلوع بترند طلوع، بس بعدها مش بمرحلة انه يابا لنقول انه طالعين على 120 ولا 124. لا، ليش؟ اول شغلة باليوم عليها لازم تكسر مستويات معينة. يعني عندها اول مستوى هو 118 و 300 و 118 و 500، من بعدها بدها تيجي على 119 و 500، من بعد 119 و 500 ساعتها بنحكي بال 120 وال 123 وال 124. بما انه هي هلا صارت بمناطق حساسة، الدعم تبعها هلا هو مقاومة بالوقت الحالي بالنسبة إلها. بس مجرد ما تكسر هذا الرقم ال 117 و 300، هون بيصير في فوق مناطق دعم ما حتكون قوية بس انه حلوة منيحة ما اشبه شي. بس طول ما هي ما بتقدر تكسر المنطقة هاي، يعني دقت 118 ورجعت نزلت، طول ما هي عم تعمل هيك هي رح تضل هيك بهاي الطريقة، ما رح تطلع ولا رح تنزل. أكترية نزولها بالوقت الحالي على 115 600، وأكترية صعودها بالوقت الحالي على 118 و300. هذا أكتر شي بالوقت الحالي، أو 118 و500 اللي هي احتمال تمشي عليه. هذا بنخص على اليومي. باليوم مثل ما شايفين ما في كتير اشياء تذكر نشوفها. اليوم يرمن بالصعود ستوكاستيك RSI بالاوفر بوت وبعضه بالصعود له يومين 3 بالاوفر بوت عم يمشي على مستوى 90% الستوكاستيك RSI. هذا الشي بخوف. ليش؟ انه من بعد كل هالصعود اللي عمله لازم اجباري يكون في نزول، ونزول من هون لبكرة اذا ما صار السبت يعني الجمعة بالليل بده يصير اكيد، عشان بالويكند بكون هادي. بس مع العلم انا كنت نهار التنين قايل اذا بدهم يحركوا السوق وطلوع حيحركوا خميس او جمعة او بنهاية الاسبوع، بس حددت خميس وجمعة. خميس اليوم شفنا حركة صعود، بكرة بنشوف اكتر بتبين معنا الصورة اوضح. هل حقصده بكلامي ولا لا؟ الRSI كمان نفس الشي عم بيطلع تدريجيا بالصعود، هو فوق 50%، الخط الأصفر تحت منه. فإذا بضلوا المؤشرين اثنيناتهم هيك طالعين بهي الطلوع، نحن واصلين على 118,000 كأول مستوى. 118,500 اللي هو المقاومة هون، مقاومة هون 118,500 راح نوصل ومن بعدها رح تكسر تطلع على 119,000 119,500. هاي إذا بضلوا مكفيين هيك. بس سؤال، هل رح يضلوا مكفيين هيك؟ هذا اللي انا بشك فيه. ان شاء الله اطلع غلطان، عشان انا مثل العالم بدي بقى يصير جنون العملات الرقمية. على كل الاحوال المجدي كمان بالايجابي، يعني هون عنا 3 عوامل على اليوم ايجابيين جدا. خلينا نشوف هالساعات شو عاملة. هاي التشانل اللي انا اخدتها امبارح من مستوى شوي صغير بعيد، واللي هو 15 شهر، ما كتير بعيد، 3 ايام لورا، وطلعت في طلوع لنشوف كيف طريقتها كمان على الساعات. مثل ما شايفين بالساعات مثل اليومي كمان هي بصعود، بس الفرق بينه وبين اليومي انه هي يعني لما كسرت هون 50% طلعت دقت فوق 117,800 أو 118,000 ورجعت نزلت، رجعت هلأ استردت قوتها، رجعت على 50%، وهالمرة عم تنزل على 117,419، هي محل ما هي واقفة هلأ. أنا بنظري بما إنه هي ما قدرت تكسر حتى النص 50% اللي هون، واللي هو مستوى مهم، هيدا رح خليها ترجع تعمل ريباوند ريتست أضعف نقطة أو أقرب شي 117,000. بما إنه منه كتير قوي احتمالية نزوله على 116,000، كمان منه مستوى كتير قوي عليه مقاومة قوية بس مش عليه دعم قوي، احتمالية نزولها لل 114,700 لترجع من بعضها تنطلق.
هلا أنا هون عم بحكي على الساعات، وأكيد بالساعات لتوصل لهي المرحلة إذا ما صار شي شمعة واحدة أو شمعتين لينزلوها هيك، إذا ما صار شي يعني بحركتها الطبيعية بدها تاخد من هون لنهار السبت أو الأحد، إذا بدها تمشي نظامة ما هي ماشية هلا فوق. بس بما إنه فايتين على ويكند، بكرة آخر يوم بالأسبوع، خلينا شوي إيجابيين ونقول تعمل ريباوند هون، ترجع تدق 118. هلا هون بتدق السلبية عندي وترجع تنزل بنزول. النقطة المهمة إنه هي ما لازم تخسر مستوى 115,000، أو هون أنا حاطه 116,000، بس هي مستوى 115,000 اللي هو هون هي ما لازم تخسره أبدا. مجرد ما نزلت تحت 115,000 رح يصير العملات كلها متدمية أكتر. فبالوقت الحالي أنا حكون إيجابي، ما حأرسم الرسمة السلبية، رح كون إيجابي إنه هي رح تنزل تعمل ريباوند ترجع تطلع. بس السؤال 117,900 أو 118,000 الموجود هون، هي دقته هون أول مرة إذا منتبهين، رجعت هون دقته تاني مرة، رجعت هون دقته تالت مرة، بعد في عندنا مرة رابعة. أيمتى وين رح تدقوا من هون لبكرة؟ هون 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 أنا حطيته هون. فإذا دقته ما قدرت تكسره لل 50% تبع الشانل رح تنزل، بينما إذا كسرته رح تضلها مكفية طلوع على مستوى 118,800 أو 119,000. هاي هيك رح تكون حركة البيتكوين بالساعات اللي جاية. عفوا المجدي اليوم يربن بالصعود، المجدي عامل فليب بنزول هيدا على الساعات، هذا الفليب لازم الواحد ينتبه له ويراقبه ويتابعه، هذا مهم. إذا بحال كفة هيك بنزول يعني رايح البيتكوين عن نزول، أوه ماي جاد، الستوكاستيك RSI كمان بنزول، والRSI بنزول، يعني عكس اليومي كليا. فبهيك راح نروح على مستوى 117,000، نزور مستوى 117,000 من جديد، اللي هو هذا الخط الموجود هون، هذا خط الدعم، عنه كتير دعم، بس انه هذا هو المستوى الأول. وبهيك حسب ما مبين على الساعات هي متجهة 117. بس سؤال، رح تكسر تحت 117 أو لا؟ هذا لازم الواحد بكرة يتابعه. أنا بكرة موجود بين الأيادي ورح أكون عم تابع كل شي عم بيصير بالسوق، وأي شي بلاقيه حأعمل بوست دغري، فخليكم معنا. بنهاية هذا الفيديو ما تنسونا فولو لايك وشير.